السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبتدي حبايب قلبي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ما تنسونيش بكومنت حلو ولايكات اكتر. معاكم قناة فنجان الهنا. يلا بينا نشوف فنجانك هيقول ايه يا بر. ايه الحوض. سمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خير ان شاء الله. شايفة يا حوت امور عندك معقدة خالص. شايفة حاجات كتير اتأجلت وحاجات اتأخرت، وشايفة في شوية يعني كعبلة في أمورك كده. شايفة إن شيء في أمور، يعني شايفة في شيء في أمور، يعني أمور عندك معقدة متكعبلة، بس شايفة ان شاء الله كل الامور دي هتتحل بامر الله بعد العقدة دي. يعني ايه سلك في طريق اهو سالك في طريق هيتفتح لك بامر الله. كل الامور المعقدة اللي عندك ان شاء الله هتتحل. شايفة بعضكم معمول له سحر تفرقة، سحر تفرقة الشريك، وسبب الانفصال ما بينكم السحر ده يحوط. شايفة كمان ان السحر ده بيتجدد لك كل ما يعني بتحاولوا ترجعوا لبعض، بيتجدد لك السحر ده. على فكرة كمان بعضكم معمول له بالتعطيل الزواج، بعضكم متأخرين في الزواج بسبب السحر ده، بسبب سحر التعطيل ده. على فكرة مش شرط يكون متأخرين في الزواج ان سنكم كبير، لان شايفة بعضكم معمول له ان كمان لما بيجي مثلا شخص معجب بيك المفروض ياخد خطوة ما بياخدهاش. مثلا خلاص هتتجوزوا بتبعدوا عن بعض، الدنيا ما بتكملش معاكم حتى في امور حياتكم العادية مش العاطفية بس. حالكم واقف، مواضيع ليكم كتير او ما بتتمش. يعني بيبقى الموضوع مش حلو قوي وبعد كده بيتعقد ما بيكملش سببه السحر ده. تعال نشوف نكمل طقطق في فنجانك. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفة في رجوع للبعض المنفصلين يا حوت. شايفة بعضكم تعبان بيشتكي من حاجة في وجهه، رحت تتعالج كتير قوي والعلاج ما بيجيبش نتيجة. يعني زي ما يكون بعضكم بيعاني من حاجة في الأنف، عيني بيحصل كده فيها احمرار، من حوالين العين كده بيحصل احمرار. وبعضكم كده يعني زي ما بقول لك كده حوالين عينه. وبعضكم بيشتكي من الجيوب الأنفية والشعر بيتساقط ومش في حيويته زي الأول. وكمان بعضكم بيروح يتعالج ولا كأنه أخد علاج ولا راح لدكتور أصلا. عايزة أقول لك يا حوت إنك محسود حسد شديد جدا جدا جدا. حسنوا نفسكم كويس قوي يا حوت، لأن العين عليك جامدة قوي قوي، يعني هي اللي مأثرة عليك صحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شايفة بعضكم زي ما يكون شغال في شغل في شهرة، يعني شغال السوشيال ميديا. الله أعلم، بس يعني هتحتاج، يعني هتنجح هتوصل. وكمان هيكون في عندك شهرة ليك يا حوت. يعني حتى لو الامور مش سالكه معاك اليومين دول، بس مش سالكه معاك كويس الفتره دي، بس شايفه ان الطريق مفتوح لك الحمد لله. ما تقلقش، في نجاح، بس اصبر شويه، بعد صبر في نجاح بعد صبر.
شايفة البعض منكم بيسعى للسفر، فشايفة في طريق سفر مفتوح لك للناس اللي بتسعى للسفر، وكان الموضوع ده كان معقد معاكم شوية. هتقولوا لي انتوا بقى في الكومنتات موضوع السفر ده كان معقد معاكم شوية، فان شاء الله اتحل. ان شاء الله قريب هيكون في سفر بإذن الله. شايفة بعضكم في قرار ومش قادر تاخدوه، قرار انت مش قادر تاخد قرار، خايف تاخده، احسن تكون تاخد قرار غلط، تاخد قرار تندم عليه. خايف، انا شايفة انك انت خايف تاخد القرار ده تندم عليه. بس لا يا حوت، فكر كويس من كل الاتجاهات في الموضوع اللي انت خايف منه ده، في القرار اللي انت خايف تاخده. فكر كويس بعقلك، اترك قلبك خالص على جنب في اي قرارات عشان تاخد قرار كويس. يا حوت صدقني لو مشيت بقلبك هتخسر كتير. شايفه لك نقله كويسه جدا جدا. النقله دي وشها حلو عليك. النقله دي ممكن تكون من بيت لبيت، ممكن تكون من حال لحال، من حب قديم لحب جديد، من عمل لعمل اخر. بس عندك نقله كويسه قوي قوي، ان شاء الله خير. شايفه يا حوت بعضكم عنده تشويش وتوتر في امر معين، من شيء معين، متوتر كده وحيران. عندك حيرة في شيء يا حوت، الله اعلم بيه، انت عندك حيرة في شيء. ممكن يكون القرار اللي انا بقول لك عليه، اللي كنت لسه بقول عليه، الله اعلم. شايفة يا حوت عندك استغلال واضح جدا في فنجانك. يعني شايفة بعضكم يكتشف ناس، اشخاص استغلاليين، وانت بعدت عنهم، وبعضكم لا، ما يعني ما خدتش، يعني ما اكتشفتش. فعايزة اقول اللي ما اكتشفش الاستغلال ده، الناس الاشخاص اللي انت اللي مستغلين في حياتك، فاحذر من الاستغلال. اي حد في حياتك حسيت ان هو مستغل، احذر منه ومن اي شخص استغلالي يا حوت. ما تخليش حد يستغلك. وزي ما قلت لكم عندكم طاقة حسد شديدة، فحصنوا نفسكم بأذكار الصباح والمساء حبايب قلبي. لاني فعلا العين عليكم جامدة جدا، مؤثرة في حياتكم. يعني معطله لكم حاجات كتير، فخدوا بالكم. يعني عايزاكم أذكار الصباح والمساء دايما، الرؤية الشرعية تشغلوها على طول. بجد حسنوا نفسكم، لان فعلا طاقة الحسد شديدة قوي وهي معطلكم حاجات كتير. انا كده خلصت قراءة فنجانك يا حوت. طمنوني عليكم في الكومنتات حبايب قلبي، وبالنهاية انا بشكركم وبتمنى لكم الخير والسعادة والتوفيق في حياتكم. ما تنسوش حبايب قلبي اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انتظروني في قراءة فنجان جديدة. بحبكم جدا جدا. باي باي.